من اول 5000 جنيه تقدر تشتري جهاز ماك بوك برو، مش حتى ماك بوك اير. هتقول لي هيكون الجهاز ده موديل قديم، اقول لك ايه المشكله؟ موديل قديم بس فيه كميه اوبشن ومزايا، ومنهم ميزه واحده بس تخليك تدفع ال 5000 جنيه احسن ما تشتري جهاز زي الكروم كاست او الابل تي في. ايه هي الميزه دي؟ هقول لك ميزه الاير دروب اللي بتخليك تشتغل بالجهاز وتعمل مورلينج اي شاشه حديثه موجوده عندك في البيت. الميزه دي قويه جدا موجوده في الجهاز ده. من ضمن برضه المزايا اللي بتخليك تشتري الجهاز ده وتدفع فيه الفلوس مش تلاقيها في اي جهاز تاني، ان الجهاز ده الشاسيه بتاعه كله معدن، فجهاز بريميوم خامته والشاسيه بتاعته ممتازه جدا جدا وشكله شيك، مع ان الجهاز فات تخين مش رفيع. برضه من المزايا اللي بتميز الجهاز ده ان الشاشه بتاعته الوانها حلوه جدا. البطاريه بتاعت الجهاز محترمه جدا جدا جدا، تقعد معاك مش اقل من ساعتين وممكن اكتر من كده كمان 4 ساعات. الكاميرا بتاعت الجهاز حلوه جدا. الكيبورد بتاعته كيبورد مش عاديه، كيبورد باك لايت، والكلام ده مش هنلاقيه غير في الحاجات البريميوم في الاجهزه العاديه زي الويندوز. الشاسيه بتاع الجهاز زي ما قلنا ممتاز. سماعات الجهاز حلوه قوي قوي قوي، صوتها محترم. تراك باد بتاع ابل مميز جدا. السيستم طبعا بتاع الجهاز بيبقى سيستم اي او اس، بيميز الجهاز وبيخليه اداؤه حلو قوي مقارنه باجهزه الويندوز. الجهاز بينزل منه 13 انش وبينزل منه 15 انش. بيميز الجهاز ده برضه ان قطع الغيار بتاعته موجوده في كل مكان، ودي من اكتر المزايا اللي انا بحبها في الجهاز ده، ان انت في اي وقت حابب تغير له اي حاجه هتلاقي قطع غياره ارخص بكتير جدا من الويندوز وموجوده في كل مكان. بطاريه، شاشه، كيبورد، ايا كان انت عايزه للجهاز ده هتلاقيه. وعاده البيع بتاعت الجهاز لحد النهارده كويسه ومحترمه. لو بتسالني حاجه في الرينج ده من غير تفكير هقول لك شير الماك بوك برو من اول موديل 2010 لحد 2012 وما تفكرش. اهلا بيكم في الزتونه. بديك الخلاصه بدل ما تقعد تسمع ريفيو بالربع ساعه والنص ساعه. العرض ده موجود في شركه تروجا لمتابعين بسام ثابت بس. لو عايز تعرف اكتر عن العرض ده ابعت لي على الخاص، والسلام عليكم.